تخيل انك في قلب ساحة رقمية، لا قوانين لا رحمة، البقاء فقط للأقوياء. في عالم الأبطال بتواجه فيه صراعات سريعة والقرارات اللحظية تصنع الأساطير. إذا هل أنتم مستعدين لصراع حماسي ومليء بالمفاجآت؟ اهلا بيك يا صديقي في عالم كومباس لتحليل معارك القتال، وده يعتبر عالم افتراضي بيجمع ابطال العاب الفيديو في عالم واحد. جوه نظام المكعب يا صديقي، وهنا هتلاقي ابطال مختلفين بيختارهم اللاعبين كافاتار للمعركه، وفي المعركه دي كل بطل منهم بيحاول ان هو يحافظ على المساحه اللي بيكتسبها ويحكم السيطره عليها. اما بقى في الساحه الخضراء دي كل الابطال بيجتمعوا لتطوير مهاراتهم، وده بيتم من خلال الاستمرار في القتال زي المعركه ديت. بنشوف بعد كده يا صديقي معركه الفريقين، فريق بنات وفريق ولاد، للحصول على 5 مفاتيح لبوابات مختلفه. الفريقين بيكونوا نازلين طحن في بعض في هذه الاثناء، وقائده الفريق بتاع البنات اللي اسمها جان مستميته في القتال رغم الهجوم الشديد اللي بيحصل عليها، وبيستخدموا بطاقات القوه اللي بيمنحها اللاعبين للبطل علشان يزود من مهاراته القتاليه. وفي الوقت نفسه بتتكلم الآلية عن النظام ده، وبيظهر البطل كابي 13 وهو بيجري. آليات النظام بتبدا ان هي تجري وراه علشان تعاقبه بسبب رفضه الانضمام لاي لاعب تاني علشان يشارك في المعركه، وبتفهمه الآلية وقتها ان هو لو استمر في الرفض كده المكعب هيطرده من عالم كومباس، وهيعتبر بطل منسي. بس 13 بيتكلم دلوقتي وبيقول لها ان هو مش مهتم ابدا بيها، وفي نفس الوقت بيقدر ان هو يخدع الاليين اللي واقفين قدامه وبيهرب منهم. في نفس اللحظه على الجانب الاخر بقى يا صديقي كان لسه الفريق في ساحه القتال، وبيبقى فريق الاولاد متقدم جدا عليهم، وبيقدروا كمان ياخدوا المساحه اللي حصلت عليها جام من شويه وبيدمروها بضربه واحده بس منهم، وبكده يكون فاز الفريق الازرق يا صديقي. وجام بتلوم نفسها على الخساره العملاقه اللي حصلت لها دي، وبتطلب من اوجيري وقتها اللاعبه ان هي تدخل معركه تانية في اسرع وقت ممكن. وفي الاوقات دي بيدخل لاعب جديد اسمه جين وبيختار كوبي بطل ليه، فالآلية بتعرفه ان هو مش هيوافق دلوقتي، وان هي ممكن تكون بطل لغايه ما يلاقي بطل تاني. في الوقت نفسه يا صديقي بيروح كابي يقعد مع اصحابه الابطال، فبيفضلوا ان هم يشجعوه ان هو يرجع للقتال تاني، والا هيطرد قريب زي كلب كده ومش هيلاقي عالم العاب تاني يرضى بيه. بس كابي بقى كسول جدا وبيرفض طبعا الفكره ومش عايز ينضم لاي لاعبين تانيين ابدا. الكابتن بيكون فاضي وقتها منه، فبيجرجروا وقتها على ساحه القتال بالعافيه، وهناك الساحه بتكون مشتعله بالابطال الخارقين، ولكن جين بتكون وضعها صعب جدا كالعاده. واما بقى عن جين كان لاعب مبتدئ لسه وبيتفرج على اشكال القتال اللي بتحصل وبيفهم اللعبه وقتها، ولكن كابي كان لسه قاعد بره بعيد ولا همه اي شيء من اللي بيحصل، ولا المدعكه اللي حاصله قدامه بتفرق معاه بشيء. وابن المفتريه بتسبب في خساره الفريق بتاعه لانه مش بيساعدهم ابدا، ولكن برضه ما بيبقاش فارق معاه اي حاجه ولا مهتم. واما بقى عن جين بنت المجنونه كل مره بتلوم نفسها على الخساره ومش بتوقف الدخول في معارك تانية ورا بعضها. جين بعد كده بيروح يتفرج على عرض غنائي لاتنين من الابطال، ووقتها بيحصل هجوم من فيروس خطير بيحاول في هذه الاثناء ان هو يدمر عالم كومبارز، والآلية بتستدعي الابطال للدفاع عن المكعب اللي هم فيه، لان المكعب ده هو اللي بيمد عالمهم بالطاقه، وبتقرر ان هي تدور على 13 في المكان كله. والهجوم بيكون قوي جدا، ولكن دفاع الابطال كان ممتاز، وقتها بتروح الآلية على كابي ال 13 وبتوعده ان هو لو شارك في معركه واحده بس هترجع له سلاحه مره تانية مقابل ان هو يقبل الانضمام للعب. بتفضل وقتها تبعت دعوات للاعبين كتيره، ولكن كلهم للاسف بيرفضوا ما عدا جين اللي بيوافق على طول وقتها بعد تفكير كتير. ولكن كابي ال 13 مش بيخيب املها في هذه اللحظه، وبتفاجئ كل اللاعبين بقوته بالفعل، وخصوصا بضربات منجله الاحمر القوي في كل اتجاه. كابي وقتها بيحصر الاعداء حواليهم وبيهجم عليهم في نفس اللحظه الزعيم غاندو، وكمان جين مش بيسكت وبيقدر ان هو يدعمه ببطاقه قوه، بيحسم المعركه بضربه فتاكه وبينهي كل حاجه. بينهي المعركه ويبقى كل مش مصدق ابدا عينه، الكسول 13 خلص لوحده المعركه يا ساده. وفي الوقت ده اللي بيكون 13 فخور بنفسه بيكتشف وقتها انه وقع في فخ النظام ابن اللعينه، ومضطر ان هو يدخل معارك مع جين لا اما هيخلص عليه. بعد كده بنشوف كابي لما بيروح للمخترع تسلا وبيطلب منه ان هو يلاقي له وسيله علشان يتخلص بقى من الورطه بتاعت جين، ولكن وقتها قبل ما يرد عليه بيهجم باتنين على تسلا لانه خرب الاسلحه بتاعتهم. بيكون خايف جدا ومرعوب منهم لانه عارف ان هم اقوياء، بيطلب من ال 13 ان هو يهرب في اسرع وقت ممكن وهو يلاقي حل. هو بيحاول ان هو يهرب في هذه اللحظه، ولكن بيلاحظ ابطال كتيره بتتلم حوالين تسلا لانه خرب لهم حاجتهم. بيكون ال 13 مضطر ان هو يخدع الكل علشان ينقذه، ولكن تسلا بيضحك عليه وبيقول له انت ما تعرفش حاجه شكلك غلبان. بيقول له بعد كده ممكن تسال فيولا يمكن تفيدك، وبعدها بيحدفه في الميه. في الوقت ده صديقي كان ريا بيحلل قتال ال 13 ضد بغدول، وعارف ان ال 13 يقدر ان هو يقطع نسيج كومباس، ومش بس كده ده يقدر ان هو يبعت الاعداء لعالم تاني. اما بقى الآلية كانت بتبعت للاعبين رسائل لتفعيل القتال علشان تقدر ان هي تمد عالمهم بالطاقه، عايزه تمد عالمهم بالطاقه الكافيه لانها اتدمرت تماما من هجوم العملاق اللي واقف قدام بطلنا ال 13. جين وقتها بيشوف دعوه النظام، ولكن بتقاطعه مذيعه على عالم الابطال، وساعتها بتساله عن رايه في شريكه البطل ال 13، وبيفتكر ان ال 13 بعد المعركه طلب منه ان هو يسيبه في حاله وما يتمسكش بيه ابدا ولا يعتمد عليه كانه بطل، ولكنه بيفضل ساكت قدامه وقتها. في الوقت نفسه يا صديقي كان جان بنت المجنونه كانت مستمره في خوض المعارك،
ولكن منافستها كانت ماريا وقتها وبتبقى صعبة جدا عليها ان هي تغلبها، فبتتهزم كالعادة منها، فبتروح المطعم بعد كده علشان تهون على نفسها بشوية اكل بدل الغلب اللي هي فيه. واول لما بتروح هناك بتفاجئ بجين ان هو داخل وكل بيرحب بيه لانه اقنع البطل ال 13 ان هو ينضم ليه. بيبدا جين ان هو يتعرف عليهم واحد ورا التاني وبيسالهم على العالم اللي جه منه ال 13، ولكن للاسف مفيش حد بيبقى عارف ابدا اي حاجه عنه ولا حتى بيبقوا عارفين هو فين دلوقتي. بس ولكن رجل البيتزا في هذه اللحظه بيعرفهم ان هو موجود في قاعه الالعاب، ولكنه للاسف ما بيبقاش موجود هناك، وبيعرفوا انه ممكن يكون في الصاله الرياضيه، وبيروح مش بيلاقيه برضه هناك. ريا بيتكلم بعد كده بيعرفهم انه ممكن يكون موجود في الغابه، فبيروحوا وبيدخلوا جروب اليوجا يمكن يلاقوه موجود هناك، ولكن للاسف بقى صديقي كالعاده مش بيلاقوا ابن الجنيه موجود هناك. المدرب بيتكلم وبيدلهم ان هو ممكن يكون موجود دلوقتي عند النافوره، وفعلا بيروحوا هناك ومش بيلاقوه برضه. العيال حرفيا دخت عليه، ولكن جيم بيفضل متمسك بيه كبطل ومش عايز ان هو يبطل تدوير عليه ابدا، وبيرفض وقتها انه يستسلم قدام الغضب بتاعه. بتقول جين وبتحياه على روحه القتاليه وبتعرفه ان هو لاعب مميز، وفعلا هو المناسب لل 13. واذ فجاه بيلاقوا ال 13 وقع في الميه وغرقهم كلهم، وبيروحوا سوا بعد كده يا صديقي لساحه القتال، والكل بيبقى بيتنافس ان هو البطل الافضل. الساحه بتكون مولعه صديقي والكل بيكون مستمتع، الا 13 بيكون مضطر ان هو يلعب لغايه ما يلاقي طريقه يتخلص بها من جين. الولد كل ما بيروح مكان بيلاقي الناس كلها بتقول له ان هو معاه شريك مميز وبينصحوه ان هو ينسجم معاه، وبيستمر القتال مع الوقت يا صديقي. بنشوف ال 13 لما بيكون مصمم ان هو يثبت نفسه ان هو البطل الحقيقي، ولكن للاسف مهاراته بتبقى محدوده لانه اعتزل القتال لفتره طويله. بس جين بيدعمه ببطاقات مختلفه، وكان دايما بيقدر ان هو ينقذه، ولكن وحش الاتاري كان قوي جدا قدامه. بس حيل جين في القتال ما بتنتهيش زي ما احنا عارفين، وببطاقه الهجوم الشامل بيقدر ان هو يتخلص منهم واحد ورا التاني، ومن خصم للتاني يا صديقي 13 وجين بيقدروا ان هم يعدوا بقوه لغايه ما بتيجي اللحظه الحاسمه بين العملاق 13 وتادومي. وبالرغم ان تادومي هو اللي بيسبق في هذه اللحظه، ولكن الابطال كلها بتشهد ان كان قتال رائع، وخصوصا بعد براءه ال 13 وجين اللي هم شافوها. وبعد كده بيجي لاعب الاتاري وبيعرف 13 ان هو ما يعرفش يفض الشراكه اللي بينه وبين جين ابدا، وبيتفاجئ جين وقتها لما بيعرف ان 13 بيلعب بس لحد ما يقدر ان هو يفض الشراكه اللي بينهم. فبيتصدم جين وقتها وما بيكونش طايق نفسه حرفيا، وبيحبط وبيسيبه وبيمشي، وفريق الابطال بيلوم ال 13 على تصرفه. ولكن فجاه بيظهر فيروس الصديق وبيهجم عليهم كلهم وبيسيطر على جاست وبيحوله لشرير، وبيهجم عليهم جاست. في هذه اللحظه بيبقى 13 مش فاهم ايه اللي بيحصل لجاست اساسا، هو اتجنن ولا ايه؟ ده حتى ان هو بيهجم على شريكه في هذه اللحظه، ولكن جيب تقدر ان هي تلحقه وبتتصدى للهجوم بتاع جاست. وبعدها كاب 13 بيضربه بلكمه قويه جدا. بيحصل تشوش لجاست في هذه اللحظه بعد اللكمه قويه، وبيقول لهم ابعدوا بعيد عني، وبيختفي بعد كده من قدامهم داخل فجوه. وجين بتكون قلقانه جدا وبتعرفهم ان هم لازم يبلغوا قبل اي شيء. وبعد كده بنرجع لجين اللي بيكون مصدوم لحد دلوقتي في ال 13 ورغبته في الانفصال عنه. واما بقى بالنسبه للحادث فبينزل البحث الجنائي وبيعرفوا ان هو فيروس هاجم جاست، وبيسالوا وقتها ال 13 يا ترى الفيروس ده جه منين، وبتبقى جين مستغربه جدا لان جاست هاجمها، لكن شريكها بيزعق فيها في هذه اللحظه وبيفهمها انه ما كانش في وعي وان هو اكتر واحد بيحب اصحابه. فبيسالها بعد كده عن مكان جاست، فبتعرفه ان هو رجع العالم، ولكن هي مش قادره تتصل بيه، مش قادره ان هي تتصل بيه علشان ترجعه ولا تطمن عليه حتى. فبيطلبوا منها في الوقت ده ان هي لازم تروح له، ولكن للاسف هو ما تنفعش ان هي تخرج بره كومبارس دلوقتي. وبتعرفه من ال 13 بس والله يقدر ينتقل بين كذا عالم، ولكن للاسف دلوقتي هو مش بكامل قوته. فبيقترحوا وقتها ان هم يدوروا على جين علشان يمدهم بالقوه، ولكن ال 13 كان عارف ومتاكد ان جين مش هيرضى يساعده بعد اللي هو عارفه عنه، وقال لهم ان هو مش محتاج مساعده حد وان هو ينتقل لوحده. وفي نفس الوقت يا صديقي على الجانب الاخر كان جين بيتفرج على القائد 13 في التلفزيون، وكان ساعتها عمال بيمدح في نفسه، ولكن في نفس الوقت يا صديقي بيجري عليه شريك جاست وبيعرفه كل اللي حصل. وفي الوقت نفسه كان ال 13 بيحاول ان هو ينتقل لعالم تاني، ولكنه بيفشل للاسف. بيتصل بجين بعد كده، وساعتها جين بيجي علشان خاطر بس جاست. وفعلا اول لما بيجي بيزود قوه ال 13 وبيروحوا سوا هما الاثنين ما عدا شريك جاست، لانه يعتبر ما يقدرش ان هو يعدي من غير البطل بتاعه. ولكن في نفس الوقت بيلمحوا ريا وشريكها بيعدوا بعدهم من نفس البوابه، ولما بيوصلوا يا صديقي بيقرروا ان هم يروحوا يستكشفوا المكان، وبيدوروا على مكان جاست على طول. وبيحاول ال 13 ان هو يلطف الجو مع جين، ولكن جين مش بيبقى مديله اي وش ابدا، وبيعرف ان هو ما يتكلمش معاه كتير لانه موجود هنا بس لمهمه محدوده. وساعتها الناس بتهجم عليهم بسبب منجل ال 13، والغريب بقى لما بيهربوا منهم بيتصادفوا ست تخينه، بيتصادفوا مع ست تخينه بتسالهم يا ترى انتوا اللي بتدوروا على جاست ولا لا. بتاخدهم بعد كده لمطعمها وبتسالهم انتوا مين وعايزينه ليه يا ترى، فبيرد عليها بيعرفوها ان هم اصحابه جايين لحد هنا علشان يرجع معاهم. بيعرفوا منها ان هي زميلته في العسكريه وان هو كان محبوب جدا بين زمايله. بتاخدهم بعد كده الاوضه، اول لما بيدخلوا يا صديقي بتلاقوه فاقد الوعي تماما، وبتعرفهم ان هي لقيته قدام المطعم، وبيقرروا ان هو ينقلوه لعالم
عالم كومباس دلوقتي، بس بمجرد ما بيلمسوا ال 13 بيصحى على طول، وبيبدا ان هو يهاجمهم، بس بيتصدى لل 13 وبيحاول جاست ان هو يقاوم الفيروس وبيقول لهم ابعدوا بعيد عني، وبيقدر ان هو يجري وبيهرب منهم. جان في نفس الوقت بتلمحه وبتجري وراه بتحاول ان هي تتكلم معاه، ولكن اول لما بيشوف ال 13 بيتحول لشرير وبيهاجمهم. بيقدروا ان هم يتصدوا لسه، هو بيعرفوا ان هم كل ما بيهجموا عليه الفيروس بيقل من على جسمه. بيستمروا في الهجوم عليه في هذه اللحظه، ولكنهم بيفشلوا وبيبقى خلاص قرب ان هو يخلص عليهم. ولكن بيظهر ريا في هذه اللحظه وبيقدر ان هو يلحقهم وبينضم للفريق وبيهاجم جاست بكل قوته. وهجوم ورا التاني يا صديقي من كل بطل بيقدروا ان هم يدمروا الفيروس اللي موجود عليه. وجاست بيفقد الوعي في هذه اللحظه وبيرجع لشكله الاولاني، وبيقدروا ان هم يرجعوه للعالم بتاع كومباس. وبيبقى شريكه فرحان جدا وسعيد ان هو رجع لهم بخير، ووقتها بيقبل ال 13 وجين ان هم يستمروا في شراكتهم لمده كمان. وعلى الجانب الاخر بيظهر جان واوجير مع بعض هما الاثنين رايحين للواحه، بس الطريق بيكون طويل وكانهم تاهوا. في الاخر جان ما بتقدرش ان هي تتحمل وبتفقد الوعي بتاعها تماما. وعلى النقيض بقى بيبقى ال 13 مع جين في عاصفه ثلجيه يا صديقي، وبيظنوا ان هم فقدوا الطريق هم كمان وتاهوا. بس ولكن وقتها بيلمحوا حد جاي من بعيد وبيعتقدوا ان هو ينقذهم من العاصفه. بس يا ترى ايه اللي جابهم هنا؟ تعال بينا نعرف ايه اللي حصل يا صديقي. في اليوم اللي قبل كده بنشوف اوجير في مطعم، وكانت بتحكي لماريا ان جان مرهقه جدا بالاستمرار في القتال. فماريا ساعتها بتقترح عليها انها تزور عالمها وواحه جميله جدا وسط الصحراء. بس صاحب المطعم وقتها حذرهم وقال لهم بلاش العالم ده، لان في حروب دايما مع الامبراطور بتاع التلج. بس ولكن الموضوع شكله عجب اوجير، وقررت ان هي لازم تروح تزور الواحه في اسرع وقت ممكن. وفي نفس الوقت ده كان ريا بيحل القتال بتاع جاست اثناء اصابته بالفيروس، وعارف وقتها ان الخروج من الوعي اخطر شيء ممكن ان هو يتعرض للابطال يا ساده. وبيظن ان في عقل مدبر ورا الموضوع ده، وان هو مش مصدق ان مجرد خلل حصل اثناء المعركه خلى شيء خطير يحصل كده. وفي نفس الوقت ده كان ال 13 والشله بتاعته بيزوروا جاست اللي لسه في حاله قويه جدا بسبب نقص الطاقه بتاعته. وجيم بيعرفهم ان اثناء الاصابه كان جاست الوانه شبه بغدول بالظبط، واكيد هو السبب في اللي حصل له ده. وبيقرروا ان هم لازم يروحوا يدوروا على بغدول ويعرفوا منه فورا ايه اللي حصل. وفي نفس الوقت بيعرفوا من فوق ان بغدول موجود في نفس العالم بتاع ماريا وادم، ولانه دلوقتي بيدور على مصدر للطاقه. وبعد ما فشل ان هو يمتص طاقه المعارك من المكعب، انتقل للعالم اللي المعارك فيه مش بتنتهي ابدا. والعالم ده يا ساده هو يعتبر عالم ماريا وادم، وهناك الصراع بين الاثنين مش بيخلص ابدا، وبينتج منهم طاقه قويه جدا في القتال. وهو اعتبر اختار المكان ده لسرقه طاقتهم القتاليه. وبيقرروا وقتها ان جان لازم تروح الواحه لماريا، وال13 يروح عالم التلج لادم. ولكن بعد المشقه اللي واجهوها بينتهي الحال بال13 وجين وهم موجودين في السجن دلوقتي، اما جان بيكون وضعها افضل منهم شويه. وبعد كده بيجي ادم وبيسالهم يا ترى انت ايه اللي جابكم لحد هنا. اما بقى عن جان فبتفوق في الواحه، والجو بيكون جميل والمكان رائع، وبتعرف ان جيرو راحت مع البنات تدور على بغدول. ولما حاولت جان تروح وراها منعتها ماريا وقالت لها ان هي محتاجه للراحه علشان تقدر ان هي تستعيد قوتها من تاني. واما بقى عن ادم بعد ما يعرف الحكايه من جين بيرفض ان هو يخرجهم من السجن تماما، وبيقرر ان هو يسيبهم موجودين في السجن علشان محدش يمنعه ان هو يكمل حربه مع ماريا. وقتها 13 بيكون قلقان جدا من اصابه ادم او ماريا بالفيروس، وقتها مش هيعرفوا ان هم يتصرفوا. فبيسمعهم اخو ادم الصغير في هذه الاثناء وبيسالهم تقصد ايه انت وهي. ولما بيفهموه الوضع وبيشرحوا له كل حاجه بيقرر ان هو يخرجهم من السجن علشان ينقذوا اخوه. وبيستخدم سحر يدلهم على موقع المعركه لانه ما يعرفش الطريق. اما هناك بقى يا صديقي بنلاقي القتال مشتعل بين ادم وماريا. واما بقى عن جان فبتلاحظ ان بغدول سرق الطاقه القتاليه بتاعتهم وبتجري علشان تواجهه لوحدها. بس ولكن ساعتها بيهجم بكل شراسه عليها، لكن دفاع جان بيبقى اقوى منه بكتير، وبتقدر بالفعل ان هي تتصدى للهجوم بتاعه. بيجي عاصفه ساعتها تحدف بغدول بعيد، بتحدفه بعيد عن المكان، وجان بتفرح بانتصارها على المتوحش اللي كان قدامها. وفي نفس الوقت ده كان سون الصغير بيعيط وبيقول لهم ان هو فشل وضيع الدنيا كلها. ولكن جين وال13 كانوا عارفين وقتها ان حبه لاخوه هيخليه يوصلهم للهدف بتاعه. ولكن وفجاه واثناء ما كانوا واقفين بيلاقوا بغدول بيقع قدامهم في وسط التلج. بيكون فرصتهم جات لهم لحد عندهم فبيقبضوا عليه. اما جان فبتقرر ان هي تكمل رحلتها مع اوجير في الواحه.